نركز شوية على التفاصيل ونشوف الحلاوة والجمال. شايفين؟ بالذمة الألوان بتتكلم عن نفسها، والطعم حكاية. ده ترافل فراولة، مكوناته بسيطة جدا وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. يلا بينا نحضره سوا. أول حاجة أنا جبت كده ووك ونزلت فيها بنص كيلو من الفراولة، قطعتها مربعات بالشكل ده. هنعمل الأول صوص الفراولة اللي هو ده، ونزلت عليه باكت من جيلي الفراولة، معلقتين كبار من السكر البودر، ونزلت عليهم بكوباية من المية. قلبي 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 لغاية ما تحسي كده ايه كله توزع مع بعضه كويس. ونزلت برشة من الفانيليا، وبعدين معلقة كبيرة من النشا دوبتهم الأول في المية، ونزلت بيهم على الفراولة لغاية ما تديني الغلوة التمام والقوام يتقل. كده خلصنا الصوص. تعالي نعمل الكريمة. عندي هنا علبة من كريمة الحلويات عليها معلقة كبيرة من السكر، ضربته كويس لغاية ما القوام بقى كريمي. يلا نجيب الطبق بتاعنا الحلو ده ونوزع فيه طبقة من الكريمة. وبعدين عندي شرايح من الفراولة هنوزعها بالشكل ده. وبعدين صوص الفراولة اللي احنا لسه عاملينه سوا. بجد يا جماعة الوصفة لذيذة جدا وحبها جدا وانا بقولها دلوقتي، وطعمه حلو قوي، لازم تجربوها. شرايح بقى من كيك الفانيلا اللي انا لسه عاملاه حلو جدا، لو عندك جاهز عادي مش مشكلة خالص، وفري على نفسك كمان. قطعنا الكيك ونزلنا بطبقة الكريمة تاني وصوص الفراولة. كده خلصنا. بصي بقى، شوية من بواقي الفراولة على الوش كده، وشوية من الكيك برضو. كان عندي يا ست الكل شرايح من الباف باستري، طبعا دخلتها الفرن حمصتها وبعدين كسرتها بالشكل ده، ورشة من السكر البودر. بالهنا والشفا مقدم.